الإمارات تعيد تربية النظام الجزائري مرة أخرى. تتذكرون كلكم الهجمة الحمقاء والساقطة من النظام الجزائري منذ أيام الآن على دولة الإمارات. لم يأتي أي رد رسمي من الإمارات مرة أخرى، لأنه نظام لا وزن له بلا مواقف يتم تجاهله الآن من كل دول العالم بمنطق فيو. كل ما يفتعل النظام الجزائري أزمة مع بلد آخر، ذلك البلد يتجاهله كالقذارة. لكن بطبيعة الحال الرد الإماراتي يأتي بفن. هذه هي الدول اللي الآن تحترم نفسها، وهذه هي الدول التي تعطي قيمة لأنفسها على عكس النظام الجزائري، لأن الرد الإماراتي في ظرف ساعات بطبيعة الحال جعل النظام الجزائري يتخبط. شفنا جريدة الخبر لو سواق دالجيري البارحة كلهم يتكلموا عن الإمارات. لماذا؟ لأنه في 3 خطوات بسيطة أعادت الإمارات تربية النظام الجزائري وتأديبه وتطويقه في المنطقة. بداية كان العودة إلى قضية استثمار 13 مليار دولار في المملكة المغربية بطبيعة الحال في مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية وغير ذلك. العلاقة الإماراتية المغربية علاقة تاريخية معروفة لا شك فيها، لكن أكيد أنها تعززت أكثر وأكثر بحكم أنه اليوم يبدو بأن النظام الجزائري بطبيعة الحال منذ سنوات وهو يهاجم الجارة الغربية يهددها في أمنها القومي. فالإمارات يعني تضامنت مع دولة مقربة منها بصفقات أسلحة وقتها بتسليم حتى طائرات رافال مجانا للمغرب. الآن بعيدا على قضية الاستثمارات، ولو أنه نرى هنا بلد يأخذ 13 مليار دولار ونحن نفتح الأزمات دون أن نجني أي شيء. ثانيا، منذ أيام بطبيعة الحال وزير دولة إماراتي كان في زيارة في الساعات الأخيرة إلى كل من مالي، بوركينا فاسو والنيجر من أجل الحديث على استثمارات، تعاون عسكري، تعاون أمني، ودعم دول الساحل في التحديات التي تواجهها. ودول الساحل مع من عندها أزمة؟ مع النظام الجزائري بطبيعة الحال. والآن الأموال الإماراتية ستتدفق، الدعم الإماراتي سيتدفق، وأيضا الدور الدبلوماسي المهم للإمارات. رأينا يعني محمد بن زايد مع دونالد ترامب والأهمية تاع دولة الإمارات اليوم في اللعبة الجيوسياسية في العالم. ثالثا، صدام حفتر منذ ساعات الحليف أيضا بطبيعة الحال بأمر من الوالد تاعو اللي هو المشير خليفة حفتر، كان في زيارة إلى دولة النيجر التي هي اليوم في أزمة مع النظام الجزائري. دولة النيجر لا ننسى بأن النظام الجزائري يراهن عليها منذ سنوات، لأنه خط الأنابيب بين نيجيريا وأوروبا مرورا عبر النيجر وعبر الجزائر اللي النظام الجزائري يتكلم عليه منذ مدة. النيجر هي العنصر الأساسي فيه، واليوم النظام الجزائري في أزمة كبرى معه. ونرى الآن الدور الإماراتي سواء عبر وزير الدولة الإماراتي